حجرة كبيرة كتير يعني فوق الطنين وأكثر، فنزلت فوق البنت ما كان مبين غير وجهها. شفتها كيف عم تستشهد، الحمد لله شفتها كيف عم تموت، عم تطلع فيني. ايش بدي اسوي لك يا بنتي؟ طونين ما بحسن شيلهم عنك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أستاذ، الله يسلمك، الله يبارك فيك. أعظم الله أجرك عظيم إن شاء الله، الله يبارك فيك. قالوا لنا الجيران، شفناك يقفون، سألنا الجيران قالوا لنا أنه فقدت عائلتك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. 10 ثواني كان مطوي علينا كلياتنا، قتل كل أهلي، استشهدوا الحمد لله رب العالمين. استشهد أبوي وأمي وأخواتي شباب 2، واحد خيطب له شاب خيطب اسمه محمد الأسود وأحمد الأسود، شباب عمرهم 20 22. أختي عندها 3 أطفال، 3 شباب توفوا. بنتي بكري، بنتي عندي بكر بنت استشهدت الحمد لله رب العالمين، كلهم استشهدوا. زوجتي الحمد لله رب العالمين موجودة، بس صاير في بجسمها يعني تكسير كتير، مكسور الحوض، مكسور في إجراه. أنت كيف نجيت؟ وقت اللي صار الزلزال عم بتصيح الوالدة من الطابق تحت من بيتهم، أنا بيتي فوقهم، عم بتصح لي الوالدة إنه يا إبراهيم يا إبراهيم انزلوا، فأنا ما انتبهت. آخر شيء مرتي فيقتني يعني بقوة، صار تضربني ضرب حتى في، ففقت وطلعت هيك البيت عم بيخلع. فقمت المرة شالت طفل بنت اللي استشهدت، شالتها وأنا شلت الطفل الصغير. أنا عندي 3 أولاد. وهي مشت، وقت اللي مشت نزل حجرة كبيرة كتير يعني فوق الطنين وأكثر، فنزلت فوق البنت ما كان مبين غير وجهها. شفتها كيف عم تستشهد الحمد لله، شفتها كيف عم تموت، عم تطلع فيني. ايش بدي اسوي لك يا بنتي؟ طونين ما بحسن شيلهم عنك، وانا معي الطفل الصغير الحمد لله رب العالمين، ما انجرحنا ولا. الام موجوده كمان تحت الانقاض، يعني هي قريبه عني موجوده، فصارت تندهلي تقول لي ما انا بحسن اتنفس. فقربت لساعدها، رد اجت الزلزال الثاني، هون حسيت رد الارض رجت، فنزلت حجره كبيره كسرت لي اجري. ما بقى نحسن ساعدها. هون كان اهل الخير جايين الحمد لله، اهل الضيعه كلها فزعت لعندي وطلعوا يساعدوني. فصار قلت لهم المرأة موجودة تحت الأنقاض وعم بتصيح هسه عايشة لحقوها لأني ما ضل عندي أكسجين. الحمد لله طلعوها ونزلت لقيت كل أهلي مستشهدين الحمد لله. وقت اللي البنت شفتها بعيني إنه ماتت، يعني خلص قلت له انغزل ماتت، ومحمود موجود بحضني، أنا ومحمود ولا انختشنا. بالهزة الثانية لحتى انكسرت اجري، واجوهن العالم تسعفنا. قمت واحد منهم مسكت الصبي قلت له امن لي هالصغير عند حدا لاني مطر وصار يرجف. قلت لما يشوف اهله ميتين واخته وكذا. قلت له عند مين من كان وصلوا على الضيعة عند اي حرمة، قال له هذا امانة ابن ابراهيم عنكم لبين ما ارجع. فجينا لهون اخذنا كل العالم، ضل مفقود ابوي وابني ابني حسين. فبعد ما دفنا اهلي كلهم جهزت قبرين، قبر لأبوي وقبر لأبني. في هون عنا جارنا، فكل يوم يجي ينطر لي البناء. راح لعندي يوم من الأيام، بعد ثاني يوم ثالث يوم راح لعندي قال لي يا إبراهيم عم بسمع صوت طفل موجود تحت البناء. قلت له مستحيل حسين مات. قال لي والله عم بسمع صوته. فحكيت لعمي قلت له يا عمي هيك هي القصة، في عنا شاب من حلب الله يجزيه الخير نازح موجود عنا هون، مهجر موجود عنا ما عنده جرافي، والله اجا وساعدني. فشلنا الرديم وصرنا نحفر، لحقنا وان الطفل موجود سليم الحمد لله بعد 3 ايام، وجده مستشهد جنب منه الحمد لله. كان موجود جده كثير يحبه جده، لو كلياتنا ميتين وحسين طالع كان مبسوط، يعني بيحبه كثير. روحه حسين متعلق فيه كثير، بيحبه اكثر مني ومن اولاده. حسين كثير متعلق فيه، فهو كان بده بس حسين يجي، وكان والحمد لله نجاه. لفه بحضنه وقت اللي كان مستشهد، وكان يحكي مع جده قبل ما يموتوا، كان موجودين تحت الانقاض. يقول له يا جدي طيلعني، قال له هلا بيجي ابوك بيطيلعنا، استحمل شوي. عم يحكي لي الطفل، قال لي شوي يا بابا ايدي جدي بردت، صرت لمس على ايده صارت بيردة. هون كان جده متوفي الله يرحمه. فقال لي صرت احكي معه ما انا رد علي، صرت صيح يا بابا يا بابا ما حدا يسمعني. بعدين الحمد لله قال نمت، نام الطفل. قال لي بعد ما نمت رديت فقت شفتكم جيتوا تطالعوني.
غاب عن الوعي هو. اي غيب عن الوعي هو الطفل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. اجركم عظيم. اللهم امين. اللهم الله يجبر كسر قلوبكم ان شاء الله. اللهم امين. الله يبارك فيك يا استاذ. الله يكرمك.